بسم الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. تحية لكم ناس كل. تتفكرون في الكواترو، الديكور الشهير متاعي. فانا اليوم نكلم فيكم الدار بحكم انه اليوم احد وعنا شتاء، باش نزيد شوية ونخرج لمحالة. اليوم حبيت نجيب لكم موضوع حبطت فيه ستاتو، وقلت اللي راهو فما تونسي عنده اختراع. هو عنده جملة من الاختراعات اتصل بيا الحقيقة. خليني هكا متفاجئ شوية، لأنه شفت برشا حاجات من بين اللي قدمهم لي. لما حاله هو تو معانا جوست نشوف كيفاش تكون عنده الكاميرا باش نجم ننفيتيه ويحكي لكم شنو عنده وشنو ما عندوش. فيا ريت يا ريت نشوفوا كيفاش نعاونوه السيد هذا ونضيفوه معانا. سامحوني خليني نشوفوا كيفاش نعاونوه، وباش يحكي لكم هو على تفاصيل متاع الاختراعات اللي عنده، بما فيهم الاختراع متاع الآلة اللي عملها هذه اللي تحمي من العدو. الآلة هذه تمشي للإطار الطبي والشبه الطبي، وحتى المواطنين ينجموا يتواصلوا معاه وينجموا يفهموا شنو عنده بالضبط، وهي تصلح ليهم بالطبيعة. مشكلته سيد هذا في أنه لما عمل الاختراعات هذه في بلاد تقمع الطموح وتقضي على الكفاءات، باهي برشا اللي ما صارلوش كما الجيزاني وما دخلوهوش بتهمة الإفراط في التفكير. فعلى هذا باش نخرجوا معاكم آخر فيديو بعثهولي، هو فيديو عمله في إيطاليا 20 سنة وهو متغرب. آخر فيديو بعثهولي هو في إيطاليا، عمل تيست كيفاش ينحي البوليسيون بآلة، وجربوها على كاميون يخرج نسبة 70% بوليسيون من هو الكاميون هذا، والآلة اللي عنده هو تنحي 95% من التلوث اللي موجود. والبروفي متاعو انترناسيونال عامله في إيطاليا، لكن للأسف توا أصلا ما عادش ينجم حتى يجدد البروفي متاعو بحكم أنه تجاوز 10 سنين. فسيري ذا راني ما حاول تدخل وتخرج باش نجم نجوتيك ادخل واخرج من اللايف، لاني ما لقيتش عندك الكاميرا باش نطلعك معايا. هاوك الكومنت متاعو اللي يكتب السيد رضا براهمي، يقول السلام عليكم انا رضا براهمي من قفصة. فسيري ذا حاول تدخل وتخرج من اللايف وباش نعاود ننفيتيك مرة أخرى، لأني ما لقيتش عندك الكاميرا. وإذا تعسر علينا الأمر باش نولي نطلبه بالطبيعة من على الواتساب أو على الماسنجر، تو يحكي لكم الحكاية كاملة ويوريكم مش فما وش ما فماش في الموضوع متاعه. به المراد من الفيديو هذا أنه ناس تعاونوا وتنشر الفيديو متاعه وتوصلوا للناس ربما قدامهم حاجز باش انت توصل لهم معلومة او توصل لهم موضوع او توصل لهم حاجة كي من هكا. ففما بيادق وفما ناس تمنع انك توصل حتى المسؤول باش توصل اللي عندك. ما يهمنيش في انه الفكرة توا ناجحة ولا مش ناجحة، اعطيني نوصل فكرتي وبعدين يعمل الله دليل. كل كلام يتسمع كما يقولوا، كل حديث يتسمع. فعلى هذا السيد رغم عنده برشا اختراعات ما لقاش حتى تجاوب، وما لقاش ناس تدز معاه، وما لقاش ناس تدعمه، ولا فما دي سونتر يدعموا، ولا فما شركات تدعم، والكل حديث في حديث، الكلها شعارات بالفارغ. ما فما الكل كلام. لا عندك هياكل، لا عندك مراكز، لا عندك مؤسسات تدعم او تتبنى مشاريع. اصلا ما عندناش حتى مخابر تنجم تحلل فيها بعض الاختراعات باش تاخذ فيها بروفي كما السيد هذا. شي يقول السيد هذا؟ يقول انا عندي في القانون نتاع البروفي او في الاختراع تعمل 3 بروتوتيب
تحللهم وبعدين يصيرك التيست وغيره وغيره وغيره، فتاخذ انت البروفي متاعك ويتم المصادقة عليه. هو الآلة متاعه فسرها وعمل منها بروتوتيب صغير. وتعرفوا لي بروتوتيب مرة الأولى يكون كبير هكا، التيست الأول والثاني والثالث حتى اللي تخرج الحاجة الفينال. فهو البروتوتيب اللي عامله على قد ما يقدر، بقوت صغاره بمصروف داره وغيره وغيره. يقول أنه هو البروجي هذا مستعد يبيعه، مستعد يسلم فيه، المهم يشوف النور. يتمنى أنه يجي ناس تقبله وتدعمه في البروجي هذا وتتعاون معاه وتصرف على البروتوتيب إلى أن يخرج البرودوي فينال. الآلة متاعه تتكلف في الآخر بكل في حدود ما بين 50 و 60 دينار، تهم الطاقم الطبي والشبه الطبي وحتى المواطنين. الآلة هو معناها حاجة عملها متكتكها لروحه، تو نوريه لكم جيست بركة يدخل ويخرج معايا يا سيدي، ذا ادخل واخرج باش نجم نجوتيك. فالآلة هذه تستعملها لمدة شهر، وبعدين تزيد تعمل لها انتروتيان مدة 5 دقائق وتعاود تستعملها، وكأنك تعمل لها في فيدونج ولا حاجة هكا باش تنظفها وتعاود تستعملها. والحال أنه الطب والفراملة اللي عنا في تونس التكاليف متاع الوقاية متاعهم باهظة على الآخر وما هيش دايما. فيا سيري ذا راني باش نطلبه معاكم. لا اله الا الله محمد رسول الله. سيري ذا انت تاو تتفرج في اللايف. به اخرج من التليفون، فسخ هكا لي باج نتاعك كلها ذوك، تنزل لك الكروت فسخهم، معناها نقولوا نحن تعاود تنظف التليفون من لي باج اللي فيه الكل، وعاود ادخل للفيسبوك تنجمش تبعث لي انفيتاسيون باش نطلعك معايا. اوكي 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 به سيري ذا عامل برشا اختراعات، منهم اخر واحد هذايا اللي يقاوم به العدوى متاع الكوفيد 19. قبلها بعث لي قلت لكم فيديو كما هذا في البروجي اللي عمله اللي نظف به هذاك سيري ذا لابس بلوزة زرقاء. هذه الآلة اللي عملها في إيطاليا وخذ فيها البروفي انترناسيونال لمدة 10 سنين. آلة تنحي تقضي على البوليسيون بنسبة 95%، وجربوها وعملوا له تيست ونجح التيست متاعه. بالإضافة للاختراعات الأخرى اللي عنده فيما يخص الدواجن والماكلة وغيره، برشا حاجات الحقيقة أنا ما نجمش نفهمهم أكثر منه هو. فآخر حال لقاه سيد في الآلة هذه اللي عملها للكوفيد 19 حفاظا على الطاقم الطبي والشبه الطبي والمواطنين. يقول لك هو أنه الإنسان لما يتعدى بفيروس واحد فهو يخرج بعدين ملايين تاع الفيروسات اللي تعدي الناس. فالحكاية ما هيش مرهونة في كمامة أو في لبسة، وإنما يلزمك تكون عندك آلة مع أنها تحميك فأنها يلزمها تقضي على الفيروس هذا. وبحكم أنه الفيروس نجم تقضي عليه بالبرودوي شيميك
وبالحاجات البرة اللي ما نجموش نستعملوها في البدن، فهو يقول لك هات نقضيو عليه البرة قبل ما يوصل للبدن. الفكرة معقولة والفكرة نظيفة وتنجموا تفهموها، أو هو بطريقته هو ينجم يفسرها لكم ويوضح لكم شنية أكثر. لكن المطلوب توا أنه تكون معانا ناس توصلوا لهم الفكرة متاع السيد هذا. ربما فما شكون يتبناه، ربما من توانسة، نتمنى يكونوا من توانسة، على خاطر في الاخر بكل الفيديو هذا باش يوصل لواحد في الخارج ولا هكا ولا هكا، راهم ياخذوها الفكرة ويتبناوها، ولو هو عنده فيها بروفي، هو عنده فيها بروفي ينجموا. هذا كان ما اتصلوش به، وان شاء الله يتصلوا به. فعلى هذا حاولوا نقفوا مع السيد هذا ونوصلوا صوته ونمنعوا اللي نقدروا عليه، وتكون الآلة هذه خارجة من تونس بكفاءات تونسية وبأدوات تونسية وبإنتاج 100% تونسي. علاش نحن ناسنا ديما تمشي لبرا؟ علاش كفاءاتنا وقواتنا ديما تمشي لبرا؟ كي قال لي البريفي ذا يموت كل 10 سنين بالنسبة للموضوع متاع الكاميون اللي بعثهولي، قلت له 10 سنين التالي قداش عمرك؟ قال لي عمري 40 سنة. ضحكت أنا، قلت له شفت كيفاش نحكي على جوناس؟ وهذه هي لاجوناس اللي نحكي عليها هان، وهذه قوة لاجوناس اللي نحكي عليها. فأنا السيد ذا نحكي عليه توا وندافع عليه 10 سنين التالي، وكأني ندافع عليه وهو وقتها في 40 سنة. 10 سنين التالي السيد هذا شوفوا ايش صنع، لكن ما لقاش. صبري إبراهيمي ما غريبة، ما فهمتش كيفاش ما يطلع ليش الفيديو متاعك. وي سيدي، الو، خليني نحاول معاه الى حين نلقاو حل باش نوريه لكم السيد ويوصل لكم كل شيء. وي سيدي، حاول تدخل وتخرج امان. هاو حتى صبري ولدك هذا صبري عندي مشكله في التليفون يا محمد، تطلب التليفون اخرى تعمل لك باللايف. المهم ادخل اتفرج، يلزم تطلع عندك الكاميرا باش نجم نجيك. المهم اخرج تطلب عند صبري ابراهيم، تطلب عند صبري ابراهيم. صبري ابراهيم ما طلعش عندي كاميرا، ما نجمتش نافيتيه. قول له ادخل واخرج. باه قول له ادخل واخرج يا مان. الى حين نلقاو حل باش نوريكم لكم السيد. سكر علينا غادي. شاك السيد اللي يتكلم بحذاك ذاك سكتو. هاك السيد الحال لايف بحذاك سكتو ذاك. باه وين السلام عليكم. وين صبري؟ وين نلقاك يا صبري؟ نسيب يا ضعيف. باه نزيد نبين شوية حتى باش يطلع معانا إلى حين يخلط البارتاج. نعرف اللي فما برشا ناس على غالب، يعني ما قلنا نحن بلاد ضربت، كفاءاتها مشات، ثقافاتها مشات، قصف للعقول، تحويل وجهة كامل للهوية التونسية. الكلام هذا يقلق برشا ناس ما يسمعوهش، شو يتفرجوا في كذا ويسمعوا ويتبعوا برامج التافهة تضربنا. ما عادش عنا حتى الذوق باش نتفرجوا في حاجة. ما عادش فما برودوي يثقف يقوي. ما عادش فما برودوي تنجم تستنفع منه. فما كان المهازل حاشاكم، فما كان الكذب، فما كان بطبيعة الحشر ما يستاهلش، كان قلة التربية، فما كان التفاهات اللي بعد يقولك الشعب هكا يحب. مرات نقتنع أنا نقول بالحق الشعب هكا يحب. مرات نقول شنية العركة اللي داخلها أنا هذه. أما ننساهم الفئة هذوكا ونرجع نتقوى بالناس اللي مؤمنين مع بعضنا بالقضية ومؤمنين مع بعضنا بالفكر هذا.
الله غالب. أنا محمد سامتي، هذا رضا براهمي، هذا من الناس اللي معانا. يخرج واحد فيهم باش يلقى كان نحنا اللي نتبعوه، فمش باش يمشي مع نرمين صفر ولا مع علي الشابي ولا مع نعرفش أنا من المهازل الآخرين والذوق الطايح. فماش عطيه برك يتفرج وتسيل ريقته ويشوفك الكذب والهيلمان ويطمعوه انه يكون هو مشهور ويلوجوا على الحاجة السهلة. هذا هو، ما فماش حاجة اخرى. ما فماش شنو اللي فم ناس ما يعرفوش فعلا. كلمة ما يعرفوش هي اللي تلخص كل شيء. احنا شعب استهلاكي، احنا شعب مغرومين بالتيك توك، مغرومين بالسيلفيات الفارغة، مغرومين بالانستغرام اللي تمشي الناس كل تعمل لها لايكات ويتخيل هو كيعمل هذيك لايك وكأن هي باش يعجبها ولا باش يمشي لها ولا اجا نحكيو في حاجة تفيد، اجا نحكيو في حاجة تقوينا، اجا نحكيو في حاجة تهز بلادنا، اجا نتفاهموا في حاجة ترفع البلاد، اجا نحكيو في سيستم ضربنا يلزمنا نلقاو له حل كيفاش نقضيو عليه. اجا نحكيو كيفاش نستنفع انا وانتي غدوة من بلاد عادلة نظيفة قوية تصنع، عندها برودكسيون، عندها قوة جبارة، عندها صواريخ، عندها ساتيليت، عندها سلاح، عندها اقتصاد، عندها فلاحة، عندها باسبور يدور العالم. اجا نحكيو في هذا، اجا نحكيو في الزنوس هذوما اللي وعدونا وقاعدين باقيين يعدوا وما فما حتى شيء. ما تلقاش هذا، تلقى واحد خارج بفضيحة وتمشي الناس كل تتفرج، تمشي الناس تبدا بارتاج تاك 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 تاك. نحن شعب متاع فضايح، امنوني، نحن شعب متاع فضايح. حشل ما يستاهلش، ديما نقول حشل ما يستاهلش اليوم قلة. وحتى في دينا راهو القلة هم الناجون، القلة هم الذين يعلمون، القلة هم الواعون. هذاك هو. فما ما فماش حتى شكون يخمم في أنه يكون من القلة، ما فماش. فما شكون اللي يجي يحب يلعبها هكا قوي ويحب يطلع يخالف الناس الكل بمنطق خايب. هو كي يطلع يقول كلام خايب معناها سيد سما سلكها. صبري راهو بعث لي وما لقيتش عندك الكاميرا، فاخرج وادخل، اخرج من الفيسبوك جملة، فسخ الباج بتاع الفيسبوك وعاود ادخل الفيسبوك مرة اخرى انتي ومن الكونت متاع سيريضا. فخلينا نستغل الفرصة هذه. احنا الحقيقة شعب ما نحبوش نكونوا شعب، واللي ما هوش مسكين يتحمل مسؤولية كبيرة. شعبنا ما هوش مسكين، شعبنا يتحمل مسؤولية كبيرة في التهميش هذايا وفي العار هذايا اللي عايشينه نحن، في الفضايح اللي عايشتها بلادنا. احنا شعب تحب ولا تكره اخترنا الهوان واخترنا الذل، اخترنا ان نحن نعيشوا هك وقررنا ان نحن نعيشوا هك. احنا شعب حاش ما يسهلش نحبوا الوسخ، هذا هو متواكل. احنا شعب يدعي العفة وما عنا حتى شيء نكسبوا منها حتى شيء. امنوني، تدخل صلاة الجمعة، يدخلوا يصليوا صلاة الجمعة وخليوك رهبهم تسكر الكياس يقولك انا متقي. احنا شعب يدعي انه هو راقي ومؤمن بالله وهو عنده برشا نفاق وفما برشا كذب وبرشا سرقة وبرشا رشوة وبرشا بعد يقولك ما تجيش مش معقول. خلصوا فلوس الراجل هكا يسربيلك دوسيات وما تعطيه شيء. فهمتش على شكون؟ فماش نحن حاجة بالخلاط. فاحنا كما قلت لكم اخترنا نعيشوا هك، ما عناش همة، ما عناش إرادة باش نتقدموا.
تجي تحكي معاه تلقاه فايق بكل شيء، راه يقول لك اي صحيح صحيح صحيح، من بعد يدور الدورة ينسى كل شيء، ينسى كل شيء، مين با حتى يقعد على العهد اللي هو فيه، ولا يتفكر شنو قال، ولا شنو مشكلته، ولا شنو اللي يلزمه يعمل. نعاود نرجع لسي صبري وسيري ذا. يا سيري ذا اطلع، خلينا نشوفك من تليفونك. Just a moment. يا سيري ذا ادخل تفرج انت سيري ذا، انت وصابري، مش باللزمة واحد منكم. ما لقيتكش سيري ذا باش تدخل معاي. لا اله الا الله محمد رسول الله. باهي خلينا نشوف الانفيتاسيون اللي بعثها لي صبري اللي هو ولد سيري ذا، وان شاء الله نلقى الفرصة باش يطلع معايا وتفهموا البرنامج كامل، وتفهموا لوبجيكتيف متاع لاباري متاعو. مش موجود سيري ذا صبري، مش موجود. مثلا يجي يقول لك هذايا مجدي رسلان بيست خليل، تو بيناتنا قد خلصت على كل دوسي سربيتو. ها هما شفتوهم المناظر هذوما اللي يلزمنا نحن نقضيو عليهم، هذم هم الزنوس هذوما بالحق يلزمنا نقضيو عليهم. الزنوس هذوما وقت اللي تكبست البلاد في يوما ما خرجوش، ما تكلموش، لابدين بشيو الحيط الحيط، ما عندهمش حتى الجرأة باش يوريو وجوههم، يخرج هكا يتكلم. فهذا آفة من الآفات يلزمنا نقضيو عليه. الفساد راهو مش كان في الدولة من فوق، لا في وسطنا، في وسطنا حاشاكم وحاشا قدرك. فهو برشا أنذال برشا خماج يلزمنا ننظفوه. صحيح ربي خلق لنا البكمة، حاشاكم وخلق لنا البهايم باش نحطوا عليها الثقل متاعنا وكرزن ويهزوه. فبنفس المنطق ربي خلق لنا الأوباش هذوما حاشاكم باش نحطوا عليهم نحن ذنوبنا، لكن احنا ما نحبوش نعملوا ذنوب، نحن نحبوا نقضيو عليهم، نحن نحبوا نرتاحوا منهم، مناظرهم ما عادش نحبوا نشوفوها بطريقة أو بأخرى. راه مهما كان المنطق اللي هم يحبوا عليه، خاطر هم مجرمين وعلى خاطر هم حاشاكم خماج، فهم مستعدين لأي طريقة ينجموا يحبوا يضربونا به، أي طريقة مستعدين لها. فنحن بنفس المنطق لازم نكونوا كيف، أي طريقة تحبوا عليها رانا أقوى منكم. به سيري ذا بس ما نعرفش المشكل شنو يا سي محمد. مش مشكلة، أنا لما حالا مش مشكل. توا نطلعك مع الناس يتفرجوا فيك، وباش نخليك أنت تحكي وتقدم الموضوع متاعك ومعناها وتطلب شنية اللازم اللي أنت تتراه للبروجي متاعك. تفضل. واضح. اوكي تسمع فيه سي محمد؟ اي تفضل سيدي ذا. السلام عليكم ورحمه بالناس كل تبعوا فينا اخويا. على العموم تقدمت الاله ذيك هي اللي عملت عليها البريفي، واستنبطت انا تو معناتها في الاله اللي حاجت بها تو جديده حسب معناتها البزمان ليفل انترناسيونال وكل تم حكايه العدوى. استنبطت منها اله باش نحولوها من اندستريال الى صحيه، والاله هذه هي عباره معناتها على بواط صغيره تتحط في محزم طبيب باش ما تمنعوش معناتها تكون معناتها متنقله. توقع الفلتراسيون تاعتها معناتها هي اللي عكس الكمامات، وكل انا كمامات وقت يتنفسوا بها تبقى معناتها الفيروس حي على فمنا، بينما الاله هذه تجبد الفيروس حي وتدخل الداخل ثم يوقع قتل معناتها القضاء عليه في ظرف 15 دقيقه وتطلع بعد هواء صافي. الاله هذه اللي حاجتنا بها معناتها شنو البزوان نتاعها؟ يلزمنا نعملوا 3 بروتوتيب. البروتوتيب هذوما باش يكونوا نهزوهم باش نعملوا بيستاج بكتيرولوجي، باش نعملوا تيست سونتيفيك في مخابر في اوروبا.
البروتوتيب الواحد يتكلف قرابه معناتها 6 ملايين البروتوتيب معناتها فوا فوا. وعنا مصاريف معناتها حاجات المصاريف نتاع التيست في ايطاليا او شوف في تركيا، لان فرنسا تو معناتها صعيبه شويه في المشكل في الوقت هذايا. اللي حاجتنا بيه كما قلت لكم معناتها 3 بروتوتيب وليزاناليز باش نعملوهم، لان الاله هذه تجربت وتعاملت وتعرضت على برشا طب في تونس، من الدونتيست، من صيادله وفرامله، وثم طب مباشرين في الكوفيد معناتها يتبعوا في الكوفيد ديريكت معناتها فرحوا بها، لان الاله الوحيده اللي تقدر معناتها يعطوا فيها ثقه انها تحميهم فعلا. به سي رضا، خليني نتسائل معاك انا تو. الاله هذه انت كعملتها، تفضل. الاله هذه منيش تتكون بالضبط، وشنية مهمتها بالضبط؟ الاله هذه هي تتكون من نعطيك الشكل نتاعها، هي شكل استواني، الديامتر صغيره ياسر، مع الديامتر نتاع 9 سم والارتفاع نتاعها 25 سم. فيها سيستم دو فلتراج، 3 فلتراسيون شيمي، فلتراسيون فيزيك، فلتراسيون بيولوجي. الهدف نتاعها انك تنفس طبيب يدخل صاله فيها فيروس او يعالج في انسان مريض بالكورونا، يحط الاله هذه ويحط الماسك ويقعد يتنفس، ماهوش مخنوق كيف ما البافات والا الفلترات الموجوده، ويتنفس في راحه من عقله. والحاجه السمحه ان يجبد الهواء تدخل الفيروس حي، ما نخلوش يدور كما البافات، مع تدخل فيه ويقضي عليها في نحجزوها في شومبر معين ويوقع قتلها بعد 5 دقائق. مع العلم ان اللي كذا هذا نجموا نطوروه، نعملوا بحث النص معناتها في اقل وقت باش تموت فيها الكورونا. به الناس يحبوا يفهموا الميكانيزم نتاعها كيفاش، او قطايع نتاعها كيفاش. يعني هي ماسك يتركب كيما الماسك نتاع الاكسجين كيما نتاع الغواص. هي معناتها القاروره هذه تجي في المحزم وفيها تويو نتاع تنفس، تويو نتاع هواء يطلع حتى للماسك. الماسك هذا فيه ديكلابي. لحظه نوصل لكم. هو معناها دبوزه الديامتر نتاعها 9 سم قلنا، 9 سم ديامتر ولوتور 25 سم، 25 سم على 9 سم. فهي تركب في السنتور نتاع الطبيب او مع الفرملي، وفيها تويو يعمل ماسك للوجه كيما نتاع الغواص. بعدين شنو يصير؟ بعدين يتنفس معناتها الطبيب يتنفس تنفس طبيعي، ما يكونش مخنوق، ما يحصلش معناتها. وفكرنا ان باش ما يحصلش ثاني اكسيد الكربون في الفم نتاعو تخرج فيه ورجع فيه نفس الطبيب نفس التنفس. ان الماسك هذا فيه ديكلابي، كي نتنفسوا ثم ديكلابي اكستيريور يتسكروا وتحل كلابي انتريور باش تخلي يدخل الهواء نظيف مفلتر. فهمت. ثم كي يخرج الطبيب والمستعمل الالي يخرج الهواء تتسكر كلابي برينسيبال وتحل زوز اكستيريور باش يخرجوا ثاني اكسيد الكربون لبرا. به يقول لك سي معزل كلابي اونتي روتور نتاع اللي باش ما ترجع. به سي رضا، قلت لي يتكون من 3 تركيبات: برودوي شيميك، برودوي فيزيك، وبرودوي بيولوجيك. C'est un filtration, 3 filtrations, filtration chimie, filtration physique et filtration biologie. به يعني هذا يقضي على الفيروس، يعني انت حتى كي تتنفس ما عادش تخرج الفيروس مرة أخرى. لا، اذا كانك انت لبس عليك وقت يتنفس الفيروس معناتها نصطادوه يدخل في الهواء اللي هو باش نتنشطوه، يتحجز في الفلتراسيون شيميك ويبقى ثم معناتها يتعزل نهائيا لا عاد تسيبه لا ميت لا حي الا بلونتروتيان. وبعدين انت يجيك هواء نظيف انك خالي من فيروس كورونا، خالي من البكتيريا، وخالي من البارتيكيل والغبار اللي نتنفسوا فيه عاديا، وخالي من الروائح الكريهه. فهمتك. به الآلة هذه اوكي هي تتكلف كبروتوتيب وكبداية. قلت لي انت يلزم 3 بروتوتيب فيتكلفوا في حدود 30 مليون البروجي كامل. 35 مليون افيك لي سيرتيفيكاسيون ديزاناليز. به بعدين البرودوي فينال كي يخرج قداش تكون سوم هالقطعة هذه؟ انا باش نمشي نشري الماسك هذه باش نشريه. واضح. شوف عندنا نعطيك معلومات على السبيس تصرف فيها الدولة في تونس. انه الطبيب يتكلف حسب ما عندي المعلومات من المباشرين الكوفيد يتكلف بين 100 و 150 دينار في النهار في 8 ساعات، والفرملي يتكلف ما بين 50 و 75 دينار في 8 ساعات يوميا.
معناتها نجيبوا مثال ثم المستشفى فيه 3 بوست، في كل فريق يخدم 8 سوايع. عندنا معناتها في كل فريق في 2 طبه، عندنا 200 دينار طبه 8 ساعات، وعندنا 150 دينار 3 فرامله، معناتها 350 دينار فوا 3 يجينا قرابه 1,150,000. هذه في النهار في 24 ساعه، بينما الاله هذه نجم نبيعها معناتها من 600 وحتى تشوف انت ولا الفالور نتاع معناتها الفالور باش تلقى انت شوف لوحده. وهذه الحاجه تسمحها فيها انك من 600 فما فوق 600 دينار معناتها اون ديتاي، وتبقى لك لمده شهر كامل تعمل لونتروتيان بعدين. هي سيت اباري بيرسوناليزي. لكن انت عطيتني اقل سوم. لا الكلفه نحكي نبيع عنها، لكن الكلفه في الصناعه هي كلفه بسيطه، لكن انا اعطيت البري. اذا كان ثم انك مثال نجم نستغلوها كصناعه وتونس مثال تصدرها لبرا، ان الفيلم اللي احنا في تونس عندنا ها هو البري نتاع الكلفه نتاعو معناتها قرابه 1,150,000 في 24 ساعه. اذا كان نبيع حتى بجوز ملايين تبقى لك شهر كامل بلابل، ما عادش تخسر حتى شيء الا بعد شهر تعمل اونتروتيان في 5 دقائق. يعني حتى بعد شهر تعمل اونتروتيان تنظفها وتعاود تستعملها. بيان سور. والونتروتيان هذا كيفاش يصير؟ يعني تنحي الفيلتر وتركب فيلتر اخرى ولا كيف؟ لما اللي يتنحى الليكيد هذا يتنحى، وثم ديزاكسيسوار يتغسلوا تقل تعقيمهم وترجع تركبهم وتمشي تخدم على روحك. فهمتك. به شنية اللي عطلك انت في الموضوع هذا؟ يعني حاولت تتصل بالإدارة، بالمسؤولين، بالهياكل المختصة، بالمشرفين، شنية اللي صار؟ اتصلت بالمدير الجهوي في قفصة، مدير الجهوي للصحة في قفصة. شاف الفيديو فرح بها وكل على أساس أنه هو من خلية الأزمة في الولاية، ثم مربوط بالمباشر بالوزير. واتصلت بمجموعات أخرى ناس حبيبات معناتها يحبوا يعاونوا، وشافوا الآلة هذه أن فيها معناتها خير كبير للبلاد وكله وللناس، اتصلوا وبعثوا حتى حسب ما يقولوا يبعثوا خلية الأزمة تاع الوزير. لكن المشكل والكارثة وين؟ أنهم بدون ما يعلموني اتصل بي شخص من المسؤولين بتاع الأزمة هذه قال لي أن الآلة فيها برودوي شيميك إذا رفضناها. فأنا حق باش ترفضها يلزمك تتصل بي أنا وأنا نقول لك شنو اللي فيها. معناتها أنا ما فكرتش في البرودوي شيميك، معناتها عملت هكاك خليت اعتبار لابد من الناس مع دي شيرشور وتجيبهم انت كل شيء لجنه كامله انك تكلمني ثم نتحاوروا فيها وفيها، هذا باش ينحى هذا باش ينحى هذا. اما هما حاكموا وحدهم لان معناتها ناس بعاد حسب ما سمعت بعاد عن كومبليتمون على الميدان، وقرروا ان سمعوا برودوي شيميك قصوها قال لك لا. فهمتك. فما شكون يقول يحب يربح، طبعا يحب يربح، هو عامل بروجي ويخترع باش يصرف عليك، سي نورمال باش يربح. هذا حاجة اللي حاجتنا به نحن أنه السيد هذا خرج من عنا نحن. شنو المنطق هذا؟ به قال لك تقول لك مدام هناك كيف يبدأ طبيب حامل الفيروس شنو يصير؟ طيب نعملوا نجم هذيك معناتها نعملوا حاجه ثانيه. اذا هو طبيعي حامل الفيروس باش يخدم باش يباشر الخدمه نتاعو او راقد، سامحني في السؤال. نقولوا باش يباشر الخدمه نتاعو مثلا. باش الخدمه نتاعو عندنا حاجتين، عندنا دوزيام بروتوتيب انا باش نخدمه بعدين اذا كان هز لي زاناليز هذوم انا مع السيرتيفيكاسيون دي زاناليز ويعطوا لي بورسنتاج معناتها سونتيفيك بقداش. ثم سيستم ثاني ان نعودوا نحن كما عملت انا باش نعملها مثال عندنا مشكل نتاع المريض اللي هو يتنفس بالجهاز التنفسي يخرج في كونسنتراسيون نتاع فيروس كبيره ياسر وتخرج في الصال الضوء. انا خممت وقت عرفت المشكل هذا من بعض الاطباء ان حولت اباري ثانيه افيك دي سيستم معناتها ميكانيك وسيستم تكنيك ديفير على هذيك ونولوا نجدوا الهواء اللي خارج الكونسنتراسيون تاع الفيروس هذاك ويوقع التصفيه نتاعو ونخرجوا هواء برا مع تنظيف. توقع انها دوبل فلتراسيون. الانسان الحامل المرض نعرفوا حامل المرض انه يستعمل الاله ذيك باش ما يدخلوش فيروس اخر في نفس الوقت يصفي له الهواء الخروج نتاعو، اما توقع فيها موديفيكاسيون. فهمت. به يعني مختصر نجموا الآلة هذه تتقلب بالفورمة متاعها وفي عوض ما أنها كما كانت تقبل الفيروس ما تخليهوش يدخل فأنها بنفس الميكانيزم ما تخليهوش يخرج. طبعا. به الدوري دو في نتاع الآلة هذه قداش؟ الدوري دو في نتاعها هو البلاستيك الصحي بما انها باش تعود تخدم في مكان مغلق اللي هو في السبيطار ما ثماش فارياسيون كليماتيك وما ثماش فارياسيون معناتها نتاع شمس وكذا. الدوري دو في نتاعها 5 سنوات. به
به. وقتاش اتصلت بهم المسؤولين هذوما ولا اللي في الإدارة الجهوية؟ وقتاش صار هذا؟ أول موجة متاع فيروس كورونا في تونس. يعني توا بريسك عنا 5-6 شهور هكا بالضبط. وما فماش حتى تجاوب معك؟ لا 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 نهائيا. زيد معناتها ثم جماعه حبوا باش يعاونونا وكل، لكن الله اعلم هكا انا مش عارف. وقعت لهم سالوني من فرنسا، حبيت باش نمشي لفرنسا غادي نعمل البروتوتيب يدخلوا معايا، ومشيت لفرنسا. السيد عنده ديزافير مع فرنسا، لكن وقت اللي سمع كلمني فرنسا قال لي شنو الفرق بين الاف اف بي 2 والاباري اللي عندك. قلت له الاف اف بي 2 هذا يفيتر يعملوا به الطبه، ما ينجموش يفوتوا ربع ساعه به لانه يخرج ازرق وجهه كامل من نقصان الاكسجين. والفيروس يبقى حي على البابات، لكن هي اقوى من البابات معناتها افضل من البابات، لكن الاباري نتاعنا تتنفس تنفس طبيعي. وزيد على هذا ان نكبتوا البكتيريا ما خلوهاش الفيروس برا حي، انما يدخل في الاباري دي ويقتلها. فبعد المكالمه عاش عاود لي خلاص ما رجع لكش. نو كومبليتمون. به سي رضا، انت حكيت لي كي حكينا مع بعضنا، قلت لي انت عملت اختراعات اخرى بما فيهم الاختراع اللي بعثته لي هذايا نتاع الآلة اللي تمنع البوليسيون نورمالمون، هكا ولا نتاع الكاميون؟ نعم. هاي وشنو مهمتها الآلة هذيك؟ مهمتها هذيك فلتر. نحن عملناه على الكاميون. علاش؟ لانه في اوروبا كل شيء معناتها انا كنت ممبر في معهد تاع بحث التجديد العلمي في الولايه نتاعنا، هو اسمه الفلتر اف ار بي 0، فلتر رضا ابراهيمي 0 بوليسيون. والبوليسيون الصعيبه هي بتاع المحركات، اصعب بوليسيون معناتها بتاع المحركات. فحبيت تحديت ان باش نعملوا على الموتورات، وركبناه في ايطاليا باشراف الحكومه الايطاليه على كاميون، وشفت انت الريزلت نتاعو. الفلتر هذا هو في المحركات اللي ما فيهوش موتور 2500 دولار في الدقيقه، نحوا المرميت السلونسيتور الاخراني ونركبوا فيه مرميت هذيا قد هو، وبعدين استعملنا هذيا تسد لنا اكل علميا. مثال تحب تحرق انت ايتر مزود قداش تعطيك من ميكروغرام في المتر كيب. بعد نمشوا مثل الكاميون هذا 120,000 كيلومتر، نلقوا الفضلات او المحروقات معناتها انواع تاع غازات اللي هي ليكيد سائل، نلقوها معناتها محجوزه في شومبر كلها محجر، ونعطيك علميا تعمل كالكيل قداش تحرق قداش كونسوم المازوت وقداش تعطيك من ميكروكيب، وانا نلقى نوجدها لك بعدين نحاسبك بها في لقب. فهمت. الاله هذه هو فلتر جلوبال يمشي على اي مصنع، يمشي على ابار بترول، يمشي على الانفاق في ليزوتورود وكل الحرائق. ما تمنعش الحرائق انما تمنع انتشار الدخان، فبالتالي تعطي الاكسجين معناتها الكونسوماسيون تاع الاكسجين باش تفوتنا في توفى في ساعتين تولي تعطيك 5-6 ساعات زياده. تولي الحمايه المدنيه يدخل لان ما ثماش حجب رؤيه انك توقع ديريكت الدخان الا في المكان المصدر نتاعو فقط، لكن الباقي كله يدخل في الاله ذيك ويتنظف انيا. به هذه نمشوا على لي بارتيكول نتاع محروق واللي شيميك. فهمت. الآلة هذه عملت البروفي نتاعها وعنده 10 سنين التالي. 2006 تحصلت على بروفي ناسيونال ايطاليان، و2008 على بروفي انترناسيونال. 12 سنة. قداش عمرك وقتها؟ عمري في 39-40 سنة وقت. شفتوهم 39 وال40 وال50، قلنا هذاك هو الحد، هذيك هي لجناس اللي نحكيو عليها. سي رضا، شنية آخر حكيت لي على اختراع آخر عملته؟ طيب عندي نحكي لك تنصدهم لك الكل. عندي تعرف المشكل الحليب في تونس ولا الفزدان نتاعو؟ عملت 2011 وقت عرفت المشكل تاع الحليب لهنا، مشيت درت واحد وعرفت عاد شنو المشاكل تاع الحليب، وصنعت ماكينه هي موجوده في العالم، لكن تعرف انت اي اختراع لازم يكون معناتها الفاعليه نتاعو 100% في المكان اللي تصنع فيه. الالات اللي يجيبوا فيها من برا
معناتها ما هيش مصممه للمناخ نتاعنا، وما هيش مصممه للثقافه نتاعتنا، هي مصممه للغرب ما هيش لنا احنا، لكن نلقوا فيها معناتها فلوس باعوها لنا. المشكل وين؟ ان الدوله كي نجيبوا نحن لي زاباري هذوما من برا، اول حاجه اكثريتهم يمشوا 380 فولت واللي عاملها انا 220. اثنين انك معناتها تمشي الدوله تعمل صفقات نتاع 5-6 آلاف قطعه يجيبوها، بعد 7 شهور يتسكر المعمل تكسر لك الماكينه مع شاقه بيزو شونج، طيش ماكينه كامله بتاع 8-9 ملايين. جيت انا عملت الديسان تاع الماكينه بتاعتنا لهنا حسب المناخ نتاعنا وحسب الاستعمال نتاعنا، وتجربت قطع عام كامل طرودي، وبعد وصلتها لوزاره الفلاحه، بعث لي وزير الفلاحه محمد بن سالم في 2011 بعث لي ايكيب كامل جوني القفصه، ولقوها تخدم في الشمس معناتها حتى الدكتوره الباحثه معناتها حالت كيفاش معناتها كونتر سونس ان ماكينه تحليب نحطوها للشمس وفصل هي وقاعد تخدم، وشافت الواحد تاعها فرحت بها شيء كبير. الماكينه هذه تخدم لنا معناتها قرابه فوق من 400-500 خدام المعمل، لكن ما حبوش يقبلوها لانها معناتها مانيش عارف ايش الاسباب، خلينا منها. كيفاش شنو الاسباب؟ نعم. شنو الاسباب ما يسالش؟ الاسباب لانك قال لك نحن معناتها عندنا اتفاقيات دوليه تجاريه وكل شيء، ويلزم نعملوا بيل دوفر تحت ضاي. قلت له انت معناتها بيل دوفر عندك الصناعه المحليه قبل كل شيء، شو تعمل بيل دوفر؟ قال لك لا نحن موافقين على التجاره العالميه، واذا كان يلقاها في الصين اقل منك انت بدينار ناخذها من الصين وما ناخذهاش من عندك انت. يا اخي قلت له انا باش نخدم لك انت، شادي لك في الوزاره ناس تقول لك خدمني، وعندك حليب قاعد يفسد، وتجيب البرة بعد المعمل يعطيك كونتيتي ويسكر، ما عادش تلقاه في البيزو شونج لاسيستونس، ما تلقاش حتى شيء، لونتروتيان ما تلقى حتى حاجه. انا باش نصنعها لك لنا ونحضر لك بيزو شونج ونعطيك سيرفيس ابريفون وكل، ونخدم لك يد عامل ديزنجينيور بطاله وثم تكنيسيات بطاله مع 600-700 خدام. انا درت افريقيا معناتها خدمت في 27 دوله، درت افريقيا معناتها الالاذيه فيها مستقبل كبير ياسر الافريقيا، لان كيفنا نحن او اعظم. انا نحكي لك على السنغال مثلا، السنغال عندها نمو في 150% نتاع حليب، لكن عندها عجز 90%. علاش؟ خاطر ساعتين يروب الحليب او يمي يبزعوه، ما عندهمش الات كونسرفاسيون تاع حليب، اللي الاله هذه تنحي لهم المشكل، غادي تحل لهم المشكل. بخلاف تونس عندنا 125,000 مربي يستنى فيها. قال لك لا نلقاها معناتها نلقاها بدينار اقل من برا، ناخذها من معناتها من برا وخليك انت. ثم انا طالب ان التمويل غير ربوي، قلت له نطلب تمويل غير ربوي، قال لك قانون. قلت له قانون ما ثمش حتى قانون انه يجي ضد مصلحه البلاد، فبالتالي اذا كان ثم قانون يضرب مصلحه البلاد حطه تحت رجلك، ما تلقاش شكون يفهمك. باهي كيفاش الاختراع نتاع حكايه الارنب هذا يا سي رضا؟ جلد الارنب هذه عندي عملت موديفيكاسيون جينيتيك ومولتي كروزمون على ارنب، تبنتها الامم المتحده للتغذيه وتبنتها الامم المتحده للهجره، وجيت معناتها عملت الارنب هذه، طورتها 3 سنوات، وصلت عملت 5 الوان في ارنب واحده، وتحصلت على اول سيرتيفيكاسيون بيو في العالم. اول ارنب بيولوجيه عملتها انا، الشتله ملكنا، ملك تونس، العلفه ملك تونس، الكونستركسيون نتاع لي لوكو كل شيء معناتها جديد، الليفل انترناسيونال. جيتني الاورغانيزم مونديال الاي ام سي سي ان اورغانيزم ايطاليان المون اللي يعطي سيرتيفيكاسيون بيو، بقى معناتها حاير، قال لك ما عندناش كاي دو شارج انترناسيونال للبيولوجيه. شافوها، جت الامم المتحده عطتني 35,000 دينار تشجيع، لكن الدوله ولا مليم. جتني 6 زيارات معناتها الامم المتحده للتغذيه، جابوا لي زيكسبير بتاع اللحم ارنب من ايطاليا تابع الامم المتحده. بعدها تصور انت خويا محمد، شوف الارنب جايب الماسك انتي غاز وجايب جون، وقت دخل في الارانب وما عادش حتى نحى الجون نتاعو ونحى الماسك انتي غاز. تصور خويا عمل جيست وقت ما لقاش فيها حتى ريحه في الارنب، هز البعرور نتاعه ويمضغ فيه باش يشوف شو المطعم، ما لقاش فيه حتى مطعم. سبحان الله. الارنب هذه في 2013 الامم المتحده حبت باش تعمل سيمينار على اللحم الارنب انترناسيونال، كلمتني الاداره العامه للفلاحه البيولوجيه في تونس وقالت لي اسمعنا اللي عندك ارنب بيو، اول ارنب سيرتيفي بيو، راهو يحبوا يعملوا لقاء عالمي على الارنب، شنو رايك نستقبلوه في تونس؟ فقلت لها شنو المطلوب مني؟ قالت لي مطلوب انك تزودنا باللحم، قداش حاجتك عدد بتاع ارانب ذبحتهم له وبعثتهم لهم. شاركت فيه 25 دوله. تجي خويا بعد ما تكلموا بعد ما ضاقوا كل شيء، تطلبني الاداره العامه للفلاحه البيولوجيه تقول لي راهي الصين طالبه منك ما بين معناتها فوق من 100,000 فرو في الشهر، معناتها الجلد الفورير، لانه اول جلد واول فورير بيو.
قلت لها مدام تو تعرفي انت المشكل الارنب، انت تعرفي الجوده اللي عملتها وتعرفي شو اللي عملناه اللي هو الاول في العالم، ثم تعرفي اللي اناش قدمت، 3 تعرفي مشكل الترويج نتاع السوسيتي هي الترويج، 4 انت الترويج جاتك بلاد قالت لك اعطيني، اذا من دوله لدوله، وانا مشكلتي تعرف هو التمويل. من 2013 خويا حوسوا انه عملوا معايا شراكه مع سيدي ثابت البياطره والمعهد الوطني للانتاج الحاله النباتي والاداره العامه للفلاحه البيولوجيه والمندوبيه الفلاحه نتاع قفصه، كل عملوا معايا شراكه. معايا مجموعين اخرين كانوا معناتها اولاد من فرنسا وكل معناتها ديزانجينيور وكلها معايا في البروجي هذايا شركاء مع بعضنا، لكن ما نجمناش بعض ارواحنا لان معناتها كل شيء نعملوه وحدنا وفلوس ما عادش عندنا، ما نجمناش باش نواصلوا. ها من 2013 يحوسوا على التمويل. من 2013 اي من 2013. نزيدك حاجه اخرى، عندي بروجي اخر نتاع يعني 397 تفرجوا، نجموا كل حد يعمل بارتاج واحد، طلب بسيط معناها، ولا قاعدين تتفرجوا هكا. يعني بالحق نرفز ونعرفكم كفادين اعظم من همي، فعلى القليله اخرج خويا بارتاجي. البروجي الاخر سي محمد، تفضل سيدي. عندي برو اون ميم طون معناتها عملت في نفس الوقت، صممت في ايطاليا، انا صممت ماكينه ان كوفيز باش تخرج لنا الدجاج العربي بطريقه صناعيه. في المعهد اللي كنت فيه منبر فيه، والبياطر يقول لك امبوسيبل لان الدجاج نتاعكم ياكل في كالسيوم صحيح وقوي وعندكم جفاف وعندكم معناتها ما ثماش رطوبه، العظام القشره بتاعتكم كاسحه ياسر. قلت ما دام طلعت الدجاجه اكيد باش تطلع الماكينه، المفيد صممتها في ايطاليا غادي وصنعتها وروحت بها لتونس على اساس اسم تونس. يعملوا بيا خويا في البرط، عندي المراه وقتها والده عندها 14 يوم بالعمليه، والبنيه صغيره 14 يوم والوليد عمره عامين ونصف. يشدوني خويا ما يقارب 15 ساعه في البرط، يلزمك تهبطها الماكينه دي، الماكينه تعمل قرابه حكايه 280 قطعه. زوز بطوات جونا مع بعضنا، خرجوا البطوات وكلها نبقى الا انا الوحيد في البرط. باه بديت نكذب عليهم، راهي ذيك عن نسكن في مكان ملوث وهذه باش يشيحوا فيها الادباش وكذا كذا، واختي شافوا التصميم تاعها معناتها تشابه. ضربوني خويا ب1,800,000 خلاص وقالوا لي برك باش يروح على روحك، هزها برا باش يروح. باه بديت بالماكينه، عملت لها التركيب لهنا وبقيت نجرب فيها الرودي فيها. الويل الحمد لله المفيد بالموديفيكاسيون والتطوير في ظرف عامين وسط عطتني 85% من الانتاج نتاع الدجاج عربي مشري من السوق، ماهوش ملكي. وريتها للدوله وبعثت للمعهد الوظيفي في ايطاليا ففرحوا بها شيء كبير. زادت الامم المتحده جت لهنا وبعد صنعت ماكينه اخرى في تونس باش نبرهن للدوله، ها هو نزموا عنا استقلاليتنا ماكينتنا. صنعت ماكينه 6000 عظمه تهز اوتوماتيزي 100%. سي محمد باش نقول لك حوايجه، كارت الكترونيك نتاع الماكينه دي باش تخدم لنا الماكينه نتاع كنترول الكترونيك من ايطاليا يجيبوها ب 3800 دينار. صنعتها مع استاذ نتاع سيونس عمره ما قرا الكترونيك، صنعنا الاباري هالكارت هذيا 59 دينار وتتحكم لنا في 24 ماكينه اون ميم طون. حول ولا قوه الا بالله. الدجاج هذا خويا نفس عمليه، حصلت على سيرتيفيكاسيون بيو. وبعد نلقى الدجاج العربي نتاعنا ماهوش مربح، ما فيش فلوس، ما فيش اللحم. عملت مولتي كروازمون ناتوريل وتوصلت، عملت البريمير جينيراسيون نتاع الدجاج هذا، وصل ل 3 كيلو و850 غرام من حملات بيو سيرتيفي بيو مذبوح، عمره 5 شهور. اون بليس هذا الدجاج هذا من المزايا نتاعو انه عامين ونصف ما يشرفش، اللحم نتاعو ما تفرقش بينه وبين فروج، عمره 4 شهور. في المنتدى العالمي للاستثمار التونسي كتتذكروا، انا نسميه المنتدى العالمي للتسول التونسي اللي عمله الباجي. تذكرته؟ اي تفكر بقى. هذاك بعثوا لي ديزانجينيور من تونس، وثم مؤسس كيدو شارج تاع الفلاحه البيولوجيه اللي هو كندي يعيش في فرنسا، قالوا لي رجال يحب يشوف معناتها يشوف الانتاج نتاعكم. بعثت لهم 3 دجاجات، زوز سرادك ودجاجه صغيره، اقل واحد مذبوح يوزن 2 كيلو 250 غرام، عمره 3 شهور. وقت اللي بعثتوا لهم خويا غادي كلمني السيد هذا اول ما خرج من الجرون بلو في تونس، مطعم جرون بلو طيبوه غادي، اول ما خرج الماكله الاولى كلمني السيد قال لي قداش اعطيه انتي بيوتيك؟ قلت له ممنوع عليه لان الهنشير سيرتيفي بيو، ممنوع باش نستعمل المواد الكيماويه. برافو. زاد بعد الماكله الثانيه قال لي تعمل مزيه الباطيمات اللي يعيش فيها الدجاج نتاعك قداش درجه؟ قلت له يعيش الهواء الطلق للشمس والهواء والريح والمطر ويبان على اعواد البرة، لا نغطيه لا حتى شيء، امبوسيبل. قال لي الماكله الثالثه قال لي شنو الالكو تعطي فيه؟ قلت له معناتها علفه فورميل وحدي ملك تونس، لا الكو ولا صوجا ولا هم يحزنون، ملك تونس.
الدجاج هذا خويا اذا كان معناتها هو 15 مليار توانسه، 15 مليون دينار، عامين بعد ما نستلم الفلوس نخدموا فوق من 25 ألف موطن شغل بالدجاج هذا. العظام نتاعو دجاج بياض، دجاج معناتها دجاجه متكامله تعطيك اللحم وتبيض، فهمت، ولون فيها سمح ياسر. جتني جمعيه ايطاليه حبوا باش يمولوا لي البروجي، زرت عليهم ان باش يمولوا لي ونعمل سونتر دو ريشيرش انترناسيونال للجينات نتاع الدجاج، واي اختراع لازم يقدم لك تونس. وافقوا لي، الفالور نتاعو 750 الف اورو. عملوا له خويا تبويض اموال. ماي بولينا ما تحبش انت لنا توا، سامحني سيدي ذا، انت لنا، انت هونيه، انت هونيه في الموضوع هذا. جيت وحطيت بولينا في خطر. بولينا تمول في جميع الاحزاب، بولينا تمول في البلاد في متاعهم هما، في بلادهم هما، مش في تونسنا نحن. تمول في تونس متاعهم هما الاخرى، مش تونسنا نحن اللي نعانيو فيها. فسي نورمال يلزم يتسكت رضا، ويلزم يتقبر الموضوع هذا. وانا حكايه تحكي عليها، يلزم بن عياد هو اللي يعيش، ما فماش واحد اخر باش يطلع، فماش عائله اخرى يلزمها تطلع. يلزم الزنوس هذوما البارونات الكلاب اللي شادين السيستم متاع الدوله هما اللي يخدموا، مش انتوما. انتوما ما عليهم كان يعديولكم التفاهات في البرامج، يعديولكم رضا، يعديولكم الطفل شو اسمه اسامه، يعديولكم الوليد اللي اخترع الابارين نتاع القلب، يعديولكم البنيه الاخرى اللي اخترعت الاله نتاع الفلاحه. ما يعديولكمش. شنو يعديولكم؟ يعديولكم الخماج، يعديولكم المهازل، يضربولكم ذوقكم، يضربولكم تفكيركم، وانتم تمشيوا معاهم. انتم راكم اللي تجاوبوا فيهم، هما راهم خاطين، هما راهو لقاوكم في ايديهم. فهموها هذه، هما راهو لقاو، مش هما قويين، انتم الضعاف، لقاوكم في ايديهم. هذاك شنية تحب تعملوا؟ هذا انتم كيفاش تواجهوا فيهم؟ تفضل سيدي، سامحني برب، تفضل. زين نقول لك حاجه اخرى. جيت انا بن عياد، ثم سيد دخل معنا في فرنسا، هو شريك معايا، كنا شركاء مع بعضنا، ومول البروجيات في ايطاليا، وجروا مسكين على البروجيات في ايطاليا وكلها، وعملوا المستحيلات الكل. لكن للاسف معناتها في ايطاليا شفت ما فيها نحكي لك عليه الفتره ذاك. لكن نحكي لك على بولينا. تصور انت المدير نتاع الجيبا نتاع تجميع اللحوم البيضاء في تونس يقول لي راهو الفلوس يجيبوا بن عياد 47 دينار عمره نهار، 45 دينار حق الفلوس يسموه الفلوس المنتج، و2000 معناتها فريد وقنار وترانسبور وكذا وكل. اوكي قلت له انا راه بالنسبه لي انا الماكينات، انت فرنسا تجيب في الماكينات من فرنسا، والدواء تجيب فيه من فرنسا، والفلوس تجيب فيه من فرنسا، والعلفه سي مولتي ناسيونال. قلت بنجيك انا هنا باش تربح انت من جرتي، في عاود تجيبوا 47 دينار تهزوا من عندي ب 1200 و 1500. هاو طلع لك سي كمال عياد، هاو سي كمال عياد قال لك مشروع بيو ما عندوش علاقه ببولينا. اسمع انت فعلا هو، لكن الخوف. انا افتكر اي تمويل، انا بنك الزيتون سي بن عياد ماجوريتير فيه، هو معناتها مشارك فيه وماجوريتير فيه، منعوا عليا. انا بنك البركه اعطاني وافق لي وطلب الزيتون قلت لهم قبلوني، وبعد ما حبوش حتى يقبلوني بالمدير خلاص. مشى السيد معايا اللي قبلوه، ولا حبوا يعطوه رقم تليفون، ولا حبوا يعطوه مرة. هذا بنك الزيتونه. الزيتونه نعم. اي انت ما تحبوا قولوا ليه راهم هذوك ما خلوهمش يخدموا. تحبوش تصدقوا محمد كي يقول لكم راهم كلهم كوميت. راهو يا ولادي والله لا فيهم حزب يصلح واللي اسمه الله، راهم كوميت، راهم شرك، راهم داخلين مع بعضهم. راهو كان مش احنا نتلموا ونقفوا وندزوا ونقرقعوهم ونقلعوهم عن بكرة ابيهم، راهي ما هيش باش تقوم لكم قائم. رانا باش نقعدوا نعاني، وراه باش يكثر عنا الاجراء، وتكثر عنا الدروك، ويكثر عنا الزتالي، وتكثر عنا الانحرافات، وباش تطيح المدارس، وما عادش تلقاو ليسيات، وما عادش تلقاو جامعات، ورانا ماشيين ونطيحوا الى ان باش نوليو في العصر الحجري. وتفكروها كلمه هذه بالاشباه متاع الزنوس هذوما، راهم هما اللي مكمكم، ونحن رانا راجعين للعصر الحجري، وقت اللي تونس في يوم ما كانت تصنع في السفن في الدولة الحسينية. وقت اللي تونس أول من صنعت قانون، أول من عملت دستور، أول من عملت جامعة، أول من عملت نعرفش أنا مرأة
تسوق ولا منتجة ولا فاعلة هذا الكل باش يموت. وانتوما اقعدوا هكا. اقعد. تفضل بابا. باهي انا في 2009 نرجع لك على الفلتر هذايا. في 2009 قبل الساحه وقت عملت التجارب نتاعي في ايطاليا، وجاني اكبر معناتها مستشار البرلمان الاوروبي للبيئه وعمل له لي زاناليز لانه سيت ان انجينيور شيمي، فهمت ولا؟ وعمل له هو اللي حضر هو بنفسه، وجابوا دي زاباري. اول اباري عملت لك الريزلتا في الفيديو هذيك، قال لك اوكي هذه كبيره وقديمه وانت عامل اباري جديده وما عندناش تكنيك بالسيستم هذا، لازم نجيبوا دي زاباري اخرى. جابوا لي دي زاباري جديده من المانيا وعملوا تيست على اللورو 3. انا الكمين اللي عملوا هذاك حبيت انا، لان عملوا لي سرقه في ايطاليا، حبوا يسوقوا البروجي وصلت عليه المحكمه، لكن الحمد لله المحكمه انصفتني واعطتني الحق انا معناتها بالشهود، لان النرجه الاقدميه عندي انا والاباري هذه معناتها اكزيست، معناتها ما هيش كلام فقط. جوني بعد ما عمل ريزلتا وكل شيء، الكمين القديم هذا قلت لك حبيت باش نتفادى انا السابوتاج في الزناليز، حبيت يكون بالعين المجرده باين، واخترنا الكمين القديم هذاك. لكن بعد الدوله الايطاليه قالت لي لازم نعمل موتور جديد لورو 3. ركبت على اللورو 3 وحسنت فيه 75%. كميون عمره 5 سنوات تحسنت فيه 75%. وحبوا باش يعطوني فلوس على اساس نركبوا على 3 كماين ونجربوه في البحر معناتها في المناطق الساحليه والمناطق الداخليه ومناطق مسكره باش نشوفوا الرونديمون تاعو ترى كيف ولا لا. النهار باش نزلوا الفلوس مشيت للمقر الحكومه في الاقليم نتاعنا في توسكانا في ايطاليا، نلقوا مجموعه نتاع ناس اجانب وفرضوا علي انه يلزم التشراع على اساس مقابل شنو؟ ذوقوا لي شيك معناتها شيك ابيض قداش تحب، المقابل انك يلزمك لا صناعه تنساه بروجي، لا صنعته ولا علمت بريفي ولا جربت، يلزم يموت البروجي. الساده هذم هو مجموعه يعيشوا من الرسكله نتاع التلوث البيئي وفيها شركات امريكيه يخدموا على الامراض الهوائيه. اذا انا خليتها بطريقه علاش؟ لان نقول بطريقه تنحي 95% بعدها باش تقضي على برشا مصالح نتاع ناس اللي هي شاده العالم. 2009 استدعتني الجامعه الكنديه للعلوم التقنيه في دبي، مشيت عملت محاضره غادي وقابلت مع رجال اعمال كبار في دبي 2009، وانها تمشي على ابار بترول وتقضي على التلوث هذاك. وقت اللي دخلت اللي فرحوا به وقبلوا كل شيء وتفهمنا انه باش يدخلوه اليوتيود، سموه مش يوتيود بروجي، دراسه جدوى مشروع. 15 يوم احبس، كلموني قال لك روح بس الغالب ثم جماعه توانسه غادي عرفت. زاد هزوا القطر، كلمني الوزير القطري البيئي في 2013 وقال لي ان شاء الله هذا معناتها صدقه جاريه للعالم كله وان شاء الله يمشي كل 20 يوم دخلوه دراسه مشروع احبس. معناتها المافيات هذه وقت يجوني غادي وكل قال لك البروجي هذا ما يشوف النور الا ما نؤمره نحن، اذا افضل لك بيع وأكو رفض. وتجي لتونس معناتها دول اسلاميه وكذا ومعناتها تلوث وفيه تشغيل وفيه معناتها ماد ان تونيزيا، واول اباري معناتها في اختراع باش نعرضوه على الامم المتحده ان تبناها الامم المتحده وتفرض على العالم كامل. وتعرف انت معناتها التلوث وما ادراك من التلوث. جيت لهنا قلت لهم هزوه، هاي دوله هزوه البروجي هذايا مع 3 وزراء نتاع بيئه، هم هزوه البروجي. قلت لهم وزاره الصناعه وزاره البيئه وزاره الصحه اعطوني انت خلينا نخدم فيه وخلصوني كما انجنيور تونسي. المفيد ها هو وثم 4 مليار دولار جائزه البروغرام 2020 اونتر 2020 ريدكسيون 20% بور البوليسيون مونديال. وانا عندكم آلة نحكي 90 فوت 90%. الى يومنا هذا كلموني مرتين ثم بعد قصوا التليفون. سيري ذا عندك شهادات والاوراق والوثائق نتاع هذا نتاع البروجيات هذوما؟ عندك وثائقهم؟ موجوده دي بروجي، فيش دو بروجي موجود كل شيء، دي تي دو بروجي موجود كل شيء خويا. وزيد مع البخلاف هذاك تصلوا الدواء تمشي مثال نعطيه تصلوا على رقم نتاع الاداره العامه نتاع البيولوجيه مثلا تعطيك كل شيء. الدوله الكل تعرفني مليح، الاطارات لهنا معناتها من لابيل وزاره الصناعه لوزاره الصحه وزاره الفلاحه وزاره التكوين المهني والتشغيل وكل يعرفوني بالكدا. وي واضح خويا. عندنا بروجي اخر. تفضل سيدي. جتني عليه النازا في 2010 25 ماي 2010 تقابلنا في جرجيس لانه انسبكتور كوميرسيال بتاع النازا هو ليبي امريكي وكان ممنوع عليه باش يدخل ليبيا. فاغتنم فرصه كنا باش نتقابلوا في ايطاليا لكن هو وخر عليا في اليابان وروحت انا عامل بي فيكس روحت على اساس قال لي نجيك هنا باش نشوف اهله في جرجيس. هبط في جربه وتقابلنا في جرجيس على موتور افيك انرجي الكترومagnétique. هذا يتكلف قرابه 200,000 يورو البروتوتيب باش نصنعوه.
كلموني عليه طلاينه وكلموني عليه برشا كل. البروتوتيب هذا الموتور خويا هذا يفوت بحسب التوقعات نتاعي نظريه وكل شيء انه يفوت 50,000 دوره في الدقيقه. ما يستهلكش لا ايسونس لا مازوت لا غاز لا هواء لا شمس حتى شيء. اعطيك ديماراج الكتريك وبعد صيي انه فوا ديمارا يخرج يمشي يخدم على روحه. النازا شي الاهداف نتاعها انها تعمله كموتور نتاع دفع ثم يولد لك الطاقه. يعطيك طاقه بال 12 فولت ولا 24 فولت ولا 220 ولا 380. جيت لهنا اخويا عملوا لي جلسه في وزاره الصناعه وبعض الاحزاب انهم تشجعوا باش يعاونوا البروجي هذايا، يجيبوا لي دكتور مهندس في الميكانيك، دكتور مهندس في الميكانيك على راس الهيئه. قدمت روحي لاني عندي بروجيات وعندي بريفي معناتها باش الانسان انك عندنا غرور في تونس كبير ياسر، واللي يحطوه المسؤولين هم فاهم الطبيعه دي. قال لك كيفاش تصنع؟ قلت له مش معقول باش تسالي كيفاش تصنع، انا نحكي لك على البروتوتيب راه عندي نموذج فيه 90 ثانيه ويسكت لي لان فلوس انا من 70 مليون صنعته ب 4 ملايين، معناتها نقصت لكن ما عادش يمشي، لكن لو عندي نموذج معناتها ما جيتلكش من عدم. قال لي نو نعرف انا كيفاش فروت مو يا اخي. قلت له هذا راه اختراع، والفروت مو هذه كل شيء راهي دي راجل قريتها انت. انا الاختراع الراجل تتكسر. قال لك لا ما تتكسرش خلاص، لانه هو مسكين مهندس ما ينجمش يخرج على القواعد العلميه اللي يعرفها اللي قروها له. ما يجيبولكش شرشور، ما يحطوش على الرؤوس مثل الهيئات هذه شرشور باش تفهم كيف تفهموا. وحبسوه خويا لانه السيد هذا انه دكتور بعد ما عرف لي انا عصامي التكوين وهو دكتور في الميكانيك رفض نهائيا ان الحاجه دي توقع. بينما النازا تجيني خصيصا ومش كيف مش نفس الموتورات بتاع النازا اكثر ياسر واغلى ومعقد اكثر، لكن هذا سهل نصنعوه. اي وش عملت معاه بتاع الناس؟ وش عملت معاه؟ وين وصلت معاه؟ وين وصلت معاه بتاع الناس؟ لانه ما حبيتش نعطيه وخرجت انا معناتها سامحني استحت بهم القاع وخرجت، لانك انت دكتور قلت اضفت معناتها بالدكتوراه نتاعك اضفت المهنه نتاعك زيرو، وعندنا منك مئات الالاف. عملتوا الميكانيك بالدكتوراه نتاعك عملت، انما نوم دو برستيج مع احتراماتي للدكتوراه والكل. لا معناها انت ما لقيتش كيفاش تبيع البروجي نتاعك ولا هم عطلوك ولا فهمني بالضبط؟ شوف انا شوف كي تبيع خويا فكره تعرف انت سومها صغير ياسر، وكي يمولك واحد باش يشتري من عندك باش معناتها يقضي عليك. اما كي تجيب البروتوتيب انت وحدك تولي يد عليا والبروفي نتاعك مسجل تولي يد معناتها عندك. يعني انت تحب البروجي يتحل لنا في تونس ونقيموا به، تونس تقيم به وانت تجاري البروجي نتاعك طبيعي. علاش لا؟ عندك ديزاينجينيور بطاله وعندك معناتها كل بطاله، علاش ما تعملش انت هذا؟ سيري ذا الناس يحيوا فيك. انا الفيديو هذا باش نقعد نبارطاجي فيه والفيديو هذا باش نحطه في الباج ونعاود نسبونسوريه وباش نحاول نعمل اتصالات. فما توانسة لنا عنا في أمريكا يعاونوا في اللي بروجي هذوما وعندهم علاقات، وعندي زاد أصحابي حتى موجود عنا في أقوياء تونس ما شاء الله دخلوا معنا ناس في الاستثمار، ودخلوا معنا فينا معنا شكون حتى يخدم في الفامي. فنحن باش نحاولوا نتواصلوا الجروب هذوما ونحاولوا نعملوا لو ماكس ونشوفوا حاجة موجودة من اللي تحكي فيه تكون عنا في تونس. ورانا باللي نقدروا نعاون ورانا نعاون، رانا ما نوخروش باللي فما ان شاء الله بركة نلقاو ناس تقف معنا. انا كان مع تسمح انت بالطبيعة تحب نحط لك لي كوردوني متاعك على بروفيلي؟ تفضل ما فيش مشكلة. اوكي نحط لي كوردوني متاعك على بروفيلي وهم يتصلوا بيك، واكيد راهو باش تجيك اتصالات منا ومنا، لكن فما برشا ناس مهمين اكيد تو يتصلوا بيك، واللي يحب يتصل بيك ان شاء الله زاد نجم يكلمني انا، لانه ما عادش نجم نجاوب برشا على المساجات فنخاف تضيع حد ما نجاوبوش او معناها ما نجمش. فالافضل الفكره الافضل انه نحط نمروك عند الناس في البروفيل متاعي سامحني، وهم يتصلوا بيك وان شاء الله بحول الله تلقى خير ان شاء الله. الله يسر الامر ان شاء الله. ان شاء الله ربي فضلك سيري ذا
هذا سيري ذا معاكم. خويا محمد يعطيك الصحة. سامحوني. هذا سيري ذا. فهمت؟ نتشرف بيك، وتحية ليك وتحية للتوانسة، وإن شاء الله نقعدوا على اتصال، وبحول الله كما قلت أنا باش ناخذ بروفيلك ونهبطوا في البروفايل متاعي، ونهبط نمرو تليفونك، وهم يتصلوا بيك ان شاء الله خويا. مشكور خويا محمد. عايش كثير رضا. شكرا لكل المستمعين كلهم. الله يبارك فيك خويا. ربي يفضل. عايش خويا. سلام. باي باي. سلام خويا. سلام. ما عندي ما نعلق، اللي نقدر عليه نعمل فيه الحقيقة. ما فماش، ما شفتش حتى الفيو المرة هذه طايح على الاخر، ونقعد باهت ولا نقعد باهت كي تقولوا لي نبارطاجيو حاجة كما هكا في جروب، والجروبات ما يقبلوش ولا هذاك هو مسؤولية باش نهزوها الكل ونتحملوها الكل. وقعدوا فيهم الجروبات هذوما اللي ما يحبوش يعديوا الناس هذوما. باي باي.